في سنة تانية. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ده كتاب الدكتور في الأحياء. الكتاب بتاعنا فيه كل درس هتلاقوا أول صفحة فيها بعض التركات والملاحظات المهمة جدا، وباقي الصفحات هتلاقوا فيها أسئلة وحلها هنحله دلوقتي مع بعض. والكتاب كده بيغطي أغلب الحاجات اللي مش موجودة في كتاب الامتحان، أو بتك على ملاحظات مهمة جدا. وهنغطي كل الدنيا دي بملزمتين مراجعة إن شاء الله أيام ليالي الامتحان، ومش عايز منك أكتر من كده. وأي كتاب هينزل فيه أفكار جديدة أنا بلخصها لكم في ملازم المراجعة، فما تقلقش من أي حاجة خالص، والموضوع بسيط جدا. عندنا الدرس الأول اتكلمنا فيه على الإخراج، واتكلمنا على المواد الإخراجية، وبدأنا نتكلم على الإخراج في الجلد بالذات. الدرس التاني اتكلمنا على الإخراج في الكلية والكبد. فتعالوا ناخد بعض الملاحظات على درس الإخراج الأول. بيقولك إن الجلد ليه دور إخراجي ومناعي، إخراجي ومناعي، وأيضا في الإحساس. والإحساس في حاجتين وأنت بتدرس تركيب الجلد هتلاقيهم: الحلمة الحسية ونهايات أعصاب اللمس. أرجوك ارجع بص على الرسمة كويس. الطبقة السطحية في بشرة الجلد دي غير حية، تمام، وفيها مادة قرنية بنسميها الكيراتين. اللي انا عايز اوصل له من كلمة غير حية، لو جاب لك ان الخلايا بتاعتها فيها انوية هتقول له نو نواة، لا يوجد نواة. نواة لا، ليه لا يوجد نواة؟ لان دي خلايا غير حية، وبالتالي ما فيهاش نواة، وبالتالي ما فيش مادة وراثية، لان انت عارف ان الدي ان ايه او المادة الوراثية بتبقى جوه النواة. تمام، يبقى اذا لا يوجد بها خلايا او مادة وراثية لان دي خلايا غير حية. الميلانين ده هو المسؤول عن التلوين في جسم الإنسان، إذا هو موجود في الجلد اللي احنا خدناه، بس عايزك تعرف إن هو ممكن يبقى موجود في الشعر، موجود في العين. ده الميلانين، عشان كده في ناس شعرها مختلف في الألوان وفي عيونها مختلفة. كله ده حسب صبغة الميلانين. الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد هي الغدة العرقية، أما الوحدة الوظيفية للإخراج في الكلى هي النفرون، فخلي بالك من هذه الكلمات. رقم 5: الغدة العرقية بتمتد من البشرة وتنزل في الأدمة، وكذلك زيها الشعر. يبقى أنت عندك حاجتين مهمين جدا بيمتدوا في البشرة والأدمة، سواء كانت شعرة أو غدة عرقية. خلاص، فدي ملحوظة مهمة. الجلد هو أكبر الأعضاء مساحة. المساحة بتاعت الجلد كبيرة، وهي أكبر، عشان كده هو أكبر الأعضاء. الحرارة لو جاتلك في سؤال بتمدد الأوعية وبتزود العرق، أما البرودة بتنكمش مع الأوعية وبتقلل العرق. عشان كده كل ما زادت درجة الحرارة تي تمبريتشر، كل ما زاد تمدد الأوعية الدموية. طبعا أكيد ليه ليميت معين وهيظبط فيه، مش هيفضل طول الوقت يزيد لحد ما ينفجر يعني. درجة الحرارة الطبيعية لجسم الإنسان مش لازم 37 بالظبط، ممكن 36 ونص، 37 ونص، كله ده في الرينج الطبيعي. لما تلاقي في سؤال في كلمة لحوم أو بقوليات، دي معناها بروتين، معناها أحماض أمينية. أحماض أمينية، ما البروتين ده المونيمر، ده خلي بالكوا اسمه مونيمر. أما المركب الكبير اسمه بوليمر. فنيجي أنا وأنتوا كده ناخد بعض الملاحظات المهمة جدا عشان تبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي. انتوا عارفين زمان لما أخدتوا، احنا بنريكورد اهو، لما اخدتوا الجزء بتاع المركبات الغذائية، لما كنا بنتكلم على البوليمرات بنقول في حاجة اسمها بوليمر. بوليمر ده مركب كبير زي ايه؟ زي البروتين وزي الدهون وزي الكربوهيدرات. عندك البروتين والدهون، كل دول بنسميهم بوليمر، المركب الكبير. اما تصغيرهم، تصغير كل واحدة منهم: البروتين تصغيره احماض امينية، احماض امينية. واتكلمنا على تركيبه: السي اللي فيها كده كربوكسيل ومجموعة أمين NH2 ومجموعة أو ذرة هيدروجين مجموعة ألقايل. ده تركيب هتاخده في سنة تالتة. والدهون بتصغيرها أحماض دهنية، والكربوهيدرات سكريات أحادية، سكريات أحادية. كل ده بنسميه مونيمر. ودي المركبات اللي انت عايز تهضم الأكل ليها، انت بتهضم دول توصلهم للطبيعة دي. خلاص، واجي افكركم بالدهون عشان احنا متعلقناش على الموضوع ده. الدهون بتتهضم بخطوتين: الدهون بتتحول لحاجة اسمها مستحلب دهني عن طريق العصارة الصفراوية، العصارة الصفراوية اللي جاية من الكبد ومتخزنة في المرارة. هل كده الدهون انت وصلت للصورة الأخيرة؟ لا، أنا عايز أحول المستحلب الدهني إلى أحماض دهنية. مين هيحول لي القصة دي؟ خدتوها قبل كده، إنزيم اسمه لايبيز، ده جاي من البنكرياس، فمهم جدا. خلي بالك اللايبيز ده موجود في اللعاب برضه. يبقى ده جاي منين؟ جاي من البنكرياس. يبقى انت كده وصلت للمونيمر، حولت البوليمر اللي هي الدهون حولتها المونيمر اللي هي الأحماض الدهنية. بكم خطوة؟ بالصفرة
واللايبيز، العصارة الصفراوية واللايبيز. إذا أنت بتدرس الكبد، هل الكبد ليه دور في الهضم؟ طبعا، ده بيكون العصارة الصفراوية اللي بتشارك في هضم الدهون. قصص تانية كتير. طيب النشا لما يجي لك في سؤال فيه مكرونة ورز وخبز، دي كربوهيدرات. طيب دول مش مواد إخراجية، ال N2 والبراز، لأنهم لم يعبروا أغشية بلازمية وخرجوا بدون عبور أغشية. الميلانين بيحمي الجلد من سرطان الجلد، أمال الكيراتين بيحمي الجلد من دخول الميكروب. ركز في الفرق. فصل الصيف بيزيد العرق، فصل الشتاء بيقل العرق ويزيد التبول. هنا الرئة بتخرج لنا ايه؟ بتخرج لنا CO2، بتخرج لنا H2O، توابل متطيرة. طيب الكبد بيخرج لنا ايه؟ بيخرج لنا او بيعمل لنا ايه في الاخراج؟ بيحول المواد السامة لمواد غير سامة، اللي هي النشادر ال NH3، بيحولها الى يوريا. الكلية بتخرج ايه؟ ماء، املاح زائدة، فضلات نيتروجينية، توابل. كده الأربعة. الجلد بيخرج إيه؟ ماء، أملاح، فضلات نيتروجينية بس بكمية إيه؟ قليلة جدا. الوظيفة الأساسية للعرق هو التخلص من درجة حرارة الجسم الزايدة. طيب ما هنا إيه؟ ليه أنا بتك على الملاحظة دي؟ عشان دي الوظيفة الأساسية مش الإخراج. الوظيفة الأساسية يا عم أنت بتقول لنا إيه؟ ده إحنا بندرس الإخراج. فالسؤال ده لما بيجي بيلخبط. لو جه الناس كلها تاخد الوظيفة الأساسية للعرق هو الإخراج، لأ. الوظيفة الأساسية للعرق هو ترطيب درجة أو التخلص من حرارة الجسم الزائدة. وعايزك تعرف معلومة مهمة جدا، إن العرق فيه 99% منه مية، وفي NaCl والكربونات أو دي بيكربونات البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والأمونيا واليوريا. كل دي حاجات جوه العرق. تمام. NaCl عشان كده انت لما تدوق العرق بتلاقيه مالح، لو نزل في بقك ودقته هتلاقيه مالح يا ولدي. علل خروج ال N2 من الرئة لا يعتبر عملية إخراج، لأنه لا يعبر أغشية بلازمية. لأنه لم يعبر أغشية بلازمية. اختلاف لون بشرة الجلد من شخص لآخر بسبب اختلاف تركيز الميلانين. الميلانين هو اللي مختلف حسب عدد الخلايا. الغدة العرقية عضو إخراجي في الجلد، لأنها بتخلص الجسم من الماء، بتخلص الجسم من ماء زائد وفضلات نيتروجينية زايدة. أو نقول عليها عضو إخراج لأنها بتخرج عرق. وتقول مكوناته. خلاص، يبقى الغدة العرقية عضو إخراجي في الجلد، لأن يخرج منها، أو هي الوحدة الوظيفية للإخراج في الجلد، لأنه بيخرج منها العرق. وتكتب مكوناته. تمام. علل عند تراكم العرق ينبعث روائح كريهة نتيجة سد مسام الجلد. تمام. نتيجة سد مسام الجلد بيتراكم العرق في الجسم، ما يخرجش لأن أنت سديت المسام. يبقى ليه بتنبعث روائح كريهة؟ نتيجة انسداد مسام الجلد. يوجد حول الشعر غدة دهنية لإكسابها ليونة أو مرونة وعدم تقصف. عدم تقصف الشعر. يبقى ربنا خلق ليه الغدة الدهنية عشان تكسبها ليونة وعدم تقصف. الجلد عضو إخراجي ومناعي وإحساسي. عضو إخراجي لأنه بيخرج عرق. وتكتب محتوياته. مناعي حماية الجلد أو حماية الجسم، حماية الجسم من غزو الميكروب. إحساس به أعصاب أو نهايات عصبية حسية وحلمات حسية. كل دي تفسيرات للسؤال. أسئلة الاختيار متعدد. أي العلاقات؟ درجة الحرارة كل ما زاد كمية العرق، فدي علاقة طردية، فدي هي الصحيحة. ده علاقة عكسية غلط، ودي ثابتة غلط. للإخراج دور تنظيمي لمحتويات الجسم من الماء والأملاح. ركز، الجملة دي مكتوبة مش كتير بياخد باله منها. طبعا ليه دور تنظيمي في نسبة الماء والأملاح مع الكلية. أكبر الأعضاء في الجسم هو الجلد، عشان في ناس تتلخبط تاخد الكبد. هو بيكلمك على أكبر مساحة، ما قالكش أثقل. إذا علمت أن إكس هي فضلات نيتروجينية في واحد واتنين، إكس دي فضلات نيتروجينية، فواحد واتنين مين اللي بيطلع فضلات نيتروجينية؟ كلية وجلد بكمية قليلة. فدور على إجابة فيها كلية وجلد. أهي في تاني كبد وكلية، جلد وكبد، غلط. كل دول غلط، يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع دي. آخر صفحة في الدرس الأول. العرق يحتوي على NaCl، عبارة صحيحة. تحكم في إفراز الغدد العرقية عن طريق الجهاز العصبي. أي حاجة في الجسم يتحكم فيها الجهاز العصبي على فكرة، مع جهاز غدد صماء. بس مين الأساسي؟ العصبي، ده بيتحكم في كله. غدد الصماء اللي هي الهرمونات. يبقى عبارة صحيحة جدا، الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم. عشان كده في حالة اسمها هايبر هيدروزيس، وفي حالة اسمها هايبو هيدروزيس.
عندك حالة مرضية، مريض الهايبر ده عرق كتير وده ما بيعرقش اللي ما بيعرقش ده بيموت على فكرة، يموت ما يكملش. مين بيسبب الموت؟ اللي هي الهايبو، اللي هي النقص العرق او نو عرق، نو سويتنج. امال الهايبر هيدروزس دي هل دي موجودة في الحياة؟ شفتوا زمايلكم اللي بيبقوا ايديهم بتعرق ورجليهم بتعرق لدرجة ان هم في الامتحان بيفرشوا منديل تحت ايده عشان ورقته ما تتبلش؟ ففي حالة اسمها هايبر هيدروزس. عارفين علاج الحالة دي ايه؟ قالك بنقطع الاعصاب المغذية للغدة العرقية، قطع الاعصاب السمبثاوية، بيعملوا عملية اسمها سيمباثيكتومي، استئصال الأعصاب اللي جاية من جهاز العصب الطرفي السمبثاوي اللي بتغذي الغدد العرقية دي عشان يوقف العرق الكتير ده. لدرجة إن العيال دي وهي بتمتحن يا عيني الورق بتبوش منهم. لا يوجد علاقة بين طبقة بشرة الجلد وزيادة وزن الجسم، عبارة صحيحة، لأن اللي ليه علاقة بزيادة وزن الجسم هي الأدمة أو تحت الأدمة اللي فيها الخلايا الدهنية مش البشرة. أي من الآتي ليس من مكونات العرق؟ الجلوكوز مش موجود في العرق. في فصل نقط يزداد البول، في فصل الشتاء بيزيد فيه البول. أي المواد الآتية له دور في حماية جسم الإنسان من غزو الميكروب؟ وحدد. يبقى دي الطبقة السطحية اللي فيها كيراتين، يبقى الكيراتين. تكون الأوعية الدموية بالجلد أكثر تمددا واتساعا عند درجة حرارة كام؟ أنا دلوقتي ببص لقيت العرق هنا كتير هنا قليل. اكتر وقت فيه عرق النقطة دي انا كنت كاتب هنا المفروض 5، 15، 20، وهنا كان قصادها 35 درجة الحرارة، هنا 35. فانت بتنزل بالسهم كده، المفروض دي بتبقى على الرسمة بس هي اللي كتبها محطهاش. فانت دلوقتي بتنزل من السهم اللي فيه عرق كتير، فاكيد ده اعلى درجة حرارة، فانت بتختاره الجزء اللي بتنزل عنده بتلاقيه تحتك رقم 35 فبتختاره. يبقى حسب الرسمة انت بتنزل خلاص. أي من الآتي ليست من وظائف طبقة الأدمة بالجلد؟ طبقة الأدمة دي هي الطبقة اللي تحت البشرة. تلطيف درجة الحرارة من وظائفها لأن في غدة عرقية. ترطيب بشرة الجلد نفس القصة. إكساب الجلد لونه والاستجابة لمؤثرات خارجية. هنا في أعصاب فيها عشان كده بتستجيب، لكن إكساب الجلد لونه لا علاقة للأدمة بالجلد ولونه، اللي ليه علاقة هي البشرة عشان فيها طبقة داخلية فيها خلايا اسمها ميلانين، فيها خلايا بتفرز ميلانين. يبقى دي التي لا تنتمي للأدمة. أي مما يلي لا يترتب على انسداد مسام العرق. لو اتسدت مسام العرق مين مش هيحصل؟ أولا هيحصل ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتنبعث روائح كريهة، ويزيد معدل إفراز البول عشان العرق بطل يخرج. ايه علاقة تقصف شعر الجلد بان العرق بطل يطلع؟ التقصف ده بسبب الغدة الدهنية، يبقى لا علاقة ليها دي اللي هي جيم. فسر حدوث تعرق للمريض عند ارتفاع درجة حرارة جسمه حتى يرطب من درجة حرارة الجسم عشان كده احنا قلنا وظيفة العرق الأساسية هي ترطيب درجة حرارة الجسم أو تقليل درجة حرارة الجسم عشان تبقى في النورمال بتاعها اللي هو 37، أو تنزل نص وتزيد نص. درس التاني ده اللي هنسجله لوحده.